السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهارده كده قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، يا ريت تدوسوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس. تعالوا بقى نشوف بقى الغسيل الابيض ده، هو مش ابيض دلوقتي بس هنشوفه هيبقى ابيض ازاي، وهيبقى ناصع البياض ازاي، وهيبقى فلة بمعنى فلة. بصوا الغسيل من كتر اللبس والعرق في الصيف بيبقى لونه مصفر وشكله كده مش قد كده. وبصوا شايفين لو واخدين بالكم وسخ جدا. صراحة أنا بعمل الحركة دي كل أسبوعين كل شهر على حسب ما الغسيل أحس إن هو غير، لأن الغسالة اللي في الأوتوماتيك مش بتنضف الغسيل قوي، بتطلعه يعني مش قد كده. فطبعا لازم نغسل بطريقة صح، هوريكم بقى الطريقة الصح ايه. بصوا دي زهرة بيضة، ودي صابونة بلدي، وده كيس أوكسي. يلا بينا كده نبدأ وهنشوف. احنا دلوقتي هنبشر الصابونة البلدي دي بشر زي ما انتم شايفين كده، وحاطين على النار مية بتغلي في حلة. الطريقة دي طريقة أجدادنا على فكرة زمان. بصوا، وبعد ما حطينا الصابون حطينا الأوكسي، وهنقلب بأي حاجة خشب. وهن بعد ما نقلب كويس هنبدأ نسقط الغسيل، نحطه جوه المية، وهننزل فيه بمعلقة خشب أو أي حاجة خشب لمدة 10 دقايق زي ما انتم شايفين كده. على فكرة الحاجة دي ما ينفعش أي نوع غسيل، ملايات أو طرح أو أي حاجة بيضة، إلا الأبيض، الفانيلات والشروطات بس اللي هي تنفع في طريقة الغلي دي، لأنها بتبقى قطن. وغير كده المية المغلية دي هتبوظه. وكمان ممكن تحطي معاه بطاس وتحطي الأوكسي. لو مفيش بطاس حطي الصابون الغسيل، هيبقى معاكي الغسيل فلة. يلا بينا كده نبدأ ونشوف. بعد ما عملناه 10 دقايق على النار، سيبناه لحد ما المية بردت شوية. في نفس المية يا جماعة بدأت ان انا اغسل الغسيل زي ما انتم شايفين بالطريقة دي، وهنشوف مع بعض. على فكرة أجدادنا زمان ما كانش عندهم، وجداتنا زمان وأمهاتنا ما كانش عندهم غسالات ولا أي حاجة، كانوا بيقعدوا على الطشت بالطريقة دي. الغسيل كله كان بيتغسل مش الأبيض بس، فمش صعب عليك إنك انت تغسلي حبة أبيض قليلين، حتى لو كل 15 يوم مية مرة زي كده. زي ما انتم شايفين كده بالطريقة دي. بقى خليكي شاطرة بقى وذكية. عنوان نظافة غسيلك هو الأبيض الصراحة. لو الأبيض بتاعك وسخ مش هيبقى غسيلك له أي لازمة. زي ما انتم شايفين بصوا، أنا غسلتها كمان في المية اللي احنا غلينا فيها، والمية دي هنستخدمها برضو في الغسالة لأن فيها نسبة بطاس. بعد ما غسلنا بالطريقة دي بننزل الغسيل كله في الغسالة، وهنزود كمان معلقتين زهرة بيضة، وهنزود كمان ميه براحتك بقى. عايزه تحطي ميه سخنه حطي ميه سخنه. لو الغساله ما بتسحبش معاكي ميه سخنه ممكن تحطي من الحنفيه ميه سخنه. وزي ما انتم شايفين كده، لو عندك حاجات تانية مثلا ملاية بيضة، طرح، قمصان، الحاجات اللي ما ينفعش تتغلي دي اغسليها الاول. بعد ما تغسليها حطيها مع ده في الغسالة مع الزهرة البيضة. بصوا زي ما انتم شايفين، والفوط كمان هتغسل معاكي وهتطلع معاكي زي الفل. انا خدتها كده شطفتين كمان على الغسالة دي. الغسيل يا جماعة الست الشاطرة عنوانها غسيلها، ودي حاجة مش صعبة عليكم على فكرة. في ستات كتيرة بتغسل بطرق مختلفة وبتطلع الغسيل زي الفل. فالصراحة مفيش حد يقول ان الغسالة ما بتنضفش. ده الغسيل سببه بيبقى انتي. بصوا اللهم صل على النبي. بصوا بعد ما انا خلصت الغسيل ونشرته طالع فلة فلة، ظهرته زهرة خفيفة كده. وطالع جميل جمال ما اقولكوش. انا كده نشرت الابيض الاول، وسامحوني لان ما كانش حد معايا، كنت بصور لوحدي. وبعد ما خلصت الابيض صورت لكم الابيض بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وعايزاكم تقولوا لي رايكم فيها ايه. ولو بتغسلوا بطريقه احسن من كده وبيطلع الغسيل انضف من كده قولوا لي، هنتعلم من بعض، مش عيب ولا حرام. شايفين؟ وبعد ما كده نشرت الالوان دي، الفوط والحاجات برضه ده كله انا غسلته مع الابيض، بس غسلت الاول الابيض لوحده، وبعد كده غسلت الالوان لوحده، وبعد كده ضفته مع الابيض مع الزهره البيضاء والاريال بقى زي الفل. كده اكون تعبتكم معايا. يا رب تنال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.